لو قلت لك اختار افضل 5 افلام لكريستوفر نولان هتختار ايه؟ النهارده معايا نادين، عملنا مع بعض كل واحد القائمه الخاصه بيه افضل 5 افلام من وجهه نظره لافلام كريستوفر نولان. ازيك يا نادين؟ تمام الحمد لله، انت ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. طبعا اللي ما يعرفش نولان يعني مش عارف اقول له ايه بصراحه، بس نولان يعتبر واحد من اهم مخرجي العصر الحالي. افلامه معروفه طبعا بالافكار المعقده جدا، اللعب بالزمن، النهايات، البلوت تويست، حاجات كتير قوي. نولان ابتدى من اواخر التسعينات وعمل لحد دلوقتي حوالي بالظبط 13 فيلم روائي طويل، اغلبها طبعا حقق نجاح جماهيري ونقدي كبير جدا، وهو واحد من المخرجين القليلين جدا اللي جمعوا وحققوا نجاح ما بين الجماهيري والنقدي. كمان نولان من المخرجين اللي بيكتبوا افلامهم، يعني كل الافلام اللي عملها كان هو الكاتب بتاعها الا فيلم واحد، فيلم انسوميا ما كانش هو الكاتب بتاعه، لكن كل الافلام التانية كان هو المخرج والكاتب، واغلبهم كمان كان هو البروديوسر او المنتج. حقق جائزة الاوسكار عن فيلم اوبنهايمر لافضل مخرج، وكان افضل فيلم في السنة كمان. طيب احنا اخترنا كل واحد عمل قائمة من التوب 5 لافلام نولان بالنسبة له. واحنا بنقول برضو الافلام هنقول معلومات سريعة كده، زي الفيلم ده مثلا صدر سنة كذا، ممكن نقول برضو تقييمه للناس اللي بتحب تعرف التقييمات، ممكن نقول كمان هو حقق ايرادات قد ايه. اوكي تمام. اوكي انا ابدأ. بالنسبه لي رقم 5 هو مومنتو. اوكي حلو جدا. عايز اقولك ان انا برضو رقم 5 بالنسبة لي فيلم مومنتو. لا ما تهزرش. شوفي بقى، إيه ده اول اتفاق ما بيننا، ونفس الرقم كمان، نفس الترتيب. واكتر حاجه عجبتني فيه هي الفكره بتاعه السرد بتاعه، ان هو فيه 2 parallel timelines. حلو. وان هو كمان كان البلاك والوايت ده بيتكلم عن الباست او بيرفلكت الباست، لكن عندك اللي هو كان بيبقى in colors، كان ده اللي بيوريك الفيوتشر بيزيكلي، وازاي هما كانوا ماشيين بارل مع بعض لغايه ما بتوصل بقى لل البيك بتاع الفيلم نفسه. عشان كده فكرته او فكره التصوير السرد الزمني بتاعه كان تحفه بصراحه. فيلم مومنتو عامه هو كان تاني افلام نولان، فيلم اصدار سنه 2000، وعمل فيلم اول فيلم كان اسمه فولوينج، كان سنه 98. كان فيلم مش طويل، كان فيلم حوالي ساعه و10 دقايق. ده يعتبر فيلم. فيعني مومنتو الناس بتعتبره اول افلام نولان، يعني لان هو فيه اللمسه او البصمه بتاعته. اتفق معاكي جدا. اول مره اسمع عن الفيلم اللي انت لسه قايله دلوقتي. فولوينج كان اول افلامه بالظبط. كان فيلم كده بلاك اند وايت برضو، بس كان فيلم حلو، بس ما فيهوش البصمه المعروفه بتاعت نولان النهارده. لكن مومنتو نقدر نقول ان هي كانت ابتدت معاها، اتولدت مع فيلم مومنتو. فيلم طبعا تقييمه على IMDb 8.4، تقييمه على روتن توميتوز 94%، حقق حوالي 40 مليون دولار ساعتها. فيلم حلو جدا، ننصح اي حد ما شافوش يشوفه. عارفه ايه الفيلم المصري او العربي اللي بيحاول يقلد فيلم مومنتو؟ ايوه كان فيلم تقريبا لكريم عبد العزيز. مظبوط، اللي هو تقريبا فاصل ونعود. ايوه مزبوط. بس طبعا يعني مقارنه بفيلم نولان لا مفيش مقارنه اصلا يعني ده حاجه وده حاجه تانية خالص. ففرق كبير جدا طبعا. حلوه البدايه دي. يعني احنا اتفقنا في رقم 5. اوكي حلو جدا. انا بالنسبه لي الفيلم رقم 4 فيلم اوبنهايمر. اوكي ماشي. فيلم اوبنهايمر بالنسبه لي من الافلام المهمه جدا. يمكن ده الفيلم الوحيد زي ما قلت من شويه انه هو الفيلم الوحيد اللي كريستوفر نولان خد عنه جايزه اوسكار، سواء كمخرج او الفيلم نفسه خد البيست بيكتشر في السنه ديت. فاوبنهايمر من الافلام اللي طبعا بتحكي عن اوبنهايمر مخترع القنبله الذريه. الفيلم كان اصدار سنه 2023، كان تقييمه على IMDb 8.3 وتقييمه على روتن توميتوز 93%. فيلم حقق ايرادات قوية جدا، حقق حوالي 976 مليون دولار، يعني ما يقارب المليار دولار. طبعا فيلم كتابة واخراج وانتاج كمان كريستوفر نولان. انت ايه رايك في اوبنهايمر؟ هل معاكي في القائمة ولا مش موجود؟ لا هو بصراحة مش موجود، مع ان هو فيلم اوبنهايمر هو من الافلام الفظيعة اللي انا شفتها وانها حلوة جدا. بس انا كانت مشكلتي مع الفيلم ده انه هو كان بيعظم اوبنهايمر قوي، وانا فاهم قصدك. ما عجبتنيش بصراحة الحتة دي. بلس يعني هو مش اختراع افادنا في حاجة يعني بالعكس ضر البشرية بالظبط. بس طبعا كتصوير كسرد للأحداث كل الحاجات دي لا طبعا محدش يقدر يتكلم، هو كان طبعا تحفة، كان رهيب. خلينا نشوف ايه اختيارك في رقم 4. عملته دانكيرك. اوكي. لا انا دانكيرك مش عندي بقى في القائمة.
اوكي ماشي، بس استنى هقولك، طب انت ليه ما حطيتوش عندك في القائمة؟ دنكر كان يعني الافلام الحربيه احنا متعودين اكتر ان احنا بنحب نشوف الاثاره بشكل كبير فيها. يعني مثلا ممكن اقول لك فيلم مثلا سيفينج برايفت راين، مثلا فيلم فيوري مثلا، لكن ما حسيتش دنكر مدى التشويق ده فيه كان سوداوي اكتر من اللزوم اعتقد. هو صح، انا فاهم انه كان بيحكي قصه معينه بتاعت دنكر، المعركه ديت واقعي. هو واقعي، يعني واقعي نقدر نقول قوي. ان هو واقعي وده جدا اللي وقريب عجبني. قوي للواقع. انا عشان كده عجبني، عشان كده حطيته عندي في الليست، حاسه ان هو واقعي حلو، جدا. حلو. انا كنت قاعده دايما حاسه بالتوتر كاني بالظبط أوكي. معاهم في المعركه نفسها. عجبتني جدا الساوند تراكس اللي كانوا بيستخدموها. وبرده كان في حته بتاعت الازمنه والتداخل، صح، والفلاش الزمن، باكس. فكان بصراحه حلو قوي. واقعي. هو واقعي جدا. انا بالنسبه لي اكيد واحد من افضل الافلام اللي بتحكي الحرب العالميه الثانيه بشكل عام، يعني لانه فعلا يستحق، بس هو بصراحه ما كانش في القائمه عندي، بس أوكي. اختيار موفق، حلو جدا. شكرا. طيب خلينا بقى ندخل في الفيلم رقم 3. المره دي انت اللي تقولي بقى ايه الفيلم رقم 3 عندك في قائمتك. The Dark Knight. اوكي، حلو جدا. انا بحب الفيلم ده جدا 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 علشان شخصية الجوكر فيه هي بالنسبة لي هيث ليدجر طبعا. بالظبط، وهو افضل شخص من وجهة نظري يعرف يعمل دور الجوكر. اوكي، انا بالنسبه لي على فكره ذا دارك نايت رقم 2 في القائمه عندي. انا حطيته 3 عندي. طبعا فيلم دارك نايت هو الجزء الثاني من السلسله افلام باتمان مع نولان. طبعا ابتدت باتمان بيجنز، بعد كده كان ذا دارك نايت، وبعد كده ذا دارك نايت رايزز. طبعا معروف افضلهم واضخمهم كان فعلا ذا دارك نايت وشخصيه الجوكر زي ما انت قلتي. الفيلم كان انتاج سنه 2008. هو اعلى فيلم تقييما على IMDb من افلام نولان، واخد 9/10، وهو برضو من اعلى، او يعتبر اعلى فيلم تقييما برضو على روتن توميتوز بالمشاركه مع مومنتو 94%. الفيلم الوحيد هو دارك نايت رايزز اللي كسروا $1 مليار من افلام نولان. اوف، ما كنتش اعرف. ففيلم طبعا دارك نايت رهيب. يعني اللي بيعجبني في الافلام الثلاثه بتاعت باتمان مع نولان ان هو قدم السوبر هيرو مش بشكل فيكشن زي ما احنا متعودين. ايوه، هو قدم السوبر هيرو فعلا بشكل اقرب للواقع، وده اللي احنا بنشوفه في افلام نولان عامه. يعني حتى في اخر فيلم ذا اوديسي ان هو بيحاول يقرب الموضوع بشكل واقعي اكبر ما انه يبقى فيكشن او ساينس فيكشن، افلام مارفل، مش زي افلام السوبر هيروز اللي احنا متعودين عليها التانية. بالظبط. فلا، اختيار جامد جدا. انا بالنسبه لي ده كان 2، انت اخترتيه رقم 3 صح كده؟ 3. طب انت ايه رقم؟ انا بقى رقم 3 بالنسبه لي فيلم انترستيلر. انا ده رقم 2 بالنسبه لي. يعني احنا عكسنا احنا عكسنا 3 و2 مع بعض. طبعا انترستيلر يعني ما مش محتاجين نتكلم عنه. يعني هو انا بالنسبه لي انترستيلر تحفه. انا اكتر حاجه عجباني فيه المشاعر الانسانيه، علاقته ببنته. اوكي. وطبعا الكونسبت نفسه والسبيس والحاجات. بصراحه انا انترستيلر بالنسبه لي فظيع، لان هو كمان فيه الحته الموشنز والهيومن، الحاجات اللي هي المشاعر الانسانيه دي. انا بالنسبه لي تبقى حلوه قوي. فهو بس مش سبيس والفضاء، لا اكبر من كده. بالظبط. انترستيلر طبعا كان انتاج 2014. الفيلم كان واخد 8.7 على IMDb و73% على روتن توميتوز، محقق حوالي $758 مليون. وده الفيلم الوحيد لنولان اللي عملوا له اعاده عرض بعد 10 سنين من عرضه، بمناسبه يعني انه مر عليه 10 سنين، ورجع حقق 15 أو 16 مليون دولار في السينما سنه 2024. فكان فيلم طبعا عظيم جدا، لازم اللي ما شافوش يشوفه طبعا. يبقى انا برافو عليا، اخترت رقم 2. انت اخترتيه 2، انا اخترته 3. انت اخترته 3. حلو. وصلنا لاول فيلم. اعتقد ان احنا ممكن نتفاجأ دلوقتي باختياراتنا في اول فيلم. خليني اشوف انت اخترتي ايه. الدور عليك. انا اخترت ذا اوديسي. اوكي، احدث افلام نولان. احدث افلام نولان، لانه هو بصراحه ابهرني. احنا كنا اكشلي في الكليه بتاعتي كنا دارسين الإليد والاوديسي، ففكره ان انا اشوفه كفيلم وانا اوريدي كنت قارياها، يعني حسيت انه لا، هو قدمها بشكل رائع. زي ما انت ما قلت قبل كده، فكره ان هم هيومنز عاديين زينا، مش بقى فكره السوبر هيرو بقى ان هم المفروض عندك جودز ومش عارفه ايه وسوبر لا. فالطريقه اللي تقدموا بيها كانت كرييتيف جدا، مش تيبيكال بقى نولان
نولان والحاجات دي كلها، بس كانت فظيعه. الساوند تراكس، التصوير كان مبهر. يعني انا حسيت ان كل element في الفيلم ده حكايه يدرس لوحده. فعشان كده انا ذا اوديسي عجبني جدا 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 جدا. يعني حسيت انه هو من اجمل افلامه فعلا. يعني ممكن اتفرج عليه 100 مره وما ازهقش، لان هي اكتر فيها مورالز اكتر وتطلع منها يعني. صح، ملحمة الأوديسي. اتفق معاك، الفيلم بصراحة حلو جدا. أنا بس يمكن اللي كنت بشوف إنه ينقص الفيلم بعض الإثارة. ما دي بقى مش فكرة الأوديسي، دي ممكن تبقى إليد وتروي وكده، بس هي أوديسي يعني هي عبارة عن الجيرني بتاعته في العودة بعد الحرب، بعد الحرب بتاع تروي. طبعا فيلم لسه في السينما بيعرض حاليا، بس أنا عايز أفاجئك وأقول لك إن ذا أوديسي مش من التوب 5 عندي أصلا. على فكرة توقعت كده، عشان أنا بحسك أكتر بتحب الحاجات اللي بتبقى فيها حروب وملحمة أو حاجات أكتر كمان سيكولوجية أكتر. طيب أنت تفتكري أنا اخترت رقم 1 إيه؟ The Prestige؟ لا، برستيج من الافلام. يعني انا عايز قبل ما اقول رقم 1 برضو عندي اقول فيلمين كان لازم يتحط في القائمة بس ما لهمش مكان بصراحة. فيلم ذا برستيج بصراحة فيلم رائع جدا جدا جدا. انا بالنسبة لي اقوى فيلم اتكلم عن السحر والسحرة، ولكن ما قدرتش احطه، ما اعرفش ليه في القائمة انه يبقى من التوب 5. وبرضو فيلم التانت فيلم حلو قوي، فيلم غريب جدا وبيلعب برضو بالوقت والزمن وحاجات كتير، برضو لما شافوش يشوفوا. برضو من الافلام اللي كان نفسي احطها بس ما لقيتلهاش مكان قوي. انا رقم 1 عندي بصراحة انسبشن. طبعا انسبشن اكتر فيلم بحبه لنولان. حبيت قوي الكاست بتاعه، حبيت الفكرة، فكرة الاحلام، انه فيلم حلم جوه حلم جوه حلم جوه حلم. صح، كانت فكرة غريبة مش طبيعية. انت ما اخترتيش الفيلم في التوب 5 دي حقيقة. بس انا في حاجة برضو انا كنت محتارة جدا وانا بختار التوب 5 افلام كتير قوية بالنسبة لي، انه كل افلامه حلوة، كل افلامه قوية ودايما فيها حاجة جديدة، يا الفكرة يا طريقة التصوير يا الالوان يا الساوند تراكس بتاعته اللي دايما بيستخدمها. على قد ما اتفقنا في بعض المراكز والافلام، لكن اختلفنا اختلاف كبير في رقم 1. يعني رقم 1 عندك مش موجود عندي في القائمة، ورقم 1 عندي مش موجود عندك في القائمة بالظبط. يعني غريبة قوي. يعني فيلم ذا اوديسي وفيلم انسبشن طبعا انتاج 2010، 8.8 على IMDb، 87% على روتن توميتوز، ومحقق حوالي 840 مليون دولار في البوكس اوفيس. طيب حلو جدا، كانت قائمة بصراحة قوية سواء قائمتي أو قائمتك. اختيارات حلوة بصراحة، اتفقنا في حاجات كتير واختلفنا برضو في حاجات مهمة. أنا شايف إن دلوقتي اختيار الجمهور صح. الجمهور هو بقى اللي عليه الدور إنه يختار التوب 5 بتوعه والأفلام المفضلة وأكتر فيلم بيحبه لنولان. هنستنى الكومنتس بتاعتكم، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا شير ولايك للحلقة واعملوا سبسكرايب للقناة. استنونا الحلقة الجاية. باي باي. سلام.